الروحي الشماس نيكيفوروس. يا ابني، اليوم الكنيسة ببركة أبينا وشيخنا البطريرك ثيوفيلوس وبقرار من المجمع المقدس وبواسطتي ستصبح كاهن لكنيستنا المقدسة، لبطريركيتنا المقدسية أم الكنائس. يا ابني، اليوم ونحن بهاي البهجة الروحية ببرامون عيد الميلاد المجيد اللي فيه عمالنا منشوف المحبة الإلهية متجسدة، الرب والمخلص يسوع المسيح أتى بنفسه حتى يفتدينا وحتى ينشلنا من خطايانا ويعيدنا للجمال الأول بكل العمل الخلاص اللي تم من أجلنا، وصولاً للقيامة وللصعود إلى السماوات وحتى للمجيء الثاني المجيد اللي هناك رح نمثل لكي ندان أمام الله. وهون يا ابني بتشوف بهاي البهجة بهذا العيد اللي معنا بيت لحم بتعيد في بلادنا المقدسة، اللي مغارة بيت لحم القابلة الإله وهي متزينة بزينتها الروحية حتى تستقبل ملك المجد وملك ورب السماء والأرض الإله المتجسد الرب والمخلص يسوع المسيح. محبة كبيرة لإلنا اليوم، هاي المحبة الميلادية تحتضننا كلنا حتى نحتفل عيد الميلاد المجيد. وبهاي المحبة أنت كمان الكنيسة بتدعوك حتى تنال الدرجة الثانية من الكهنوت وتصبح كاهن للعلي، يعني تتمم أسرار الكنيسة. يا ابني، بركة كبيرة، مسؤولية في نفس الوقت. مسؤولية لأنه عليك إنك تحمل صليب الخدمة اللي هو صليب مفرح، وتعزيتك يا ابني إنك مش لوحدك. ربنا يسوع المسيح رئيس الكهنة هو معك، هو رح يعطيك هاي القوة والنعمة حتى تتقدس بخدمتك وتقدر إنك تساعد كثيرين لخلاص نفوسهم. قديش مهم يا ابني وإنت اليوم بتعيش عنصرتك بهاي المخافة الروحية اللي بشوفها بوجهك وبعيونك وبحس فيها بقلبك. هذا الشيء يا ابني حافظ عليه لآخر نسمة من حياتك، لأنه يا ابني في الكنيسة كتير مرات بننسى إنه ربنا هو اللي موجود، ومنفكر إنه نحن موجودين ومنتناسى ومننسى ربنا. عشان هيك يا ابني دايما عيش هذا الحضور الإلهي بكل رهبة، بمخافة، بحياة، بقلب، بضمير، بإرادة، اللي كلها تتفاعل مع بعضها البعض، اللي تكون شخصيتك الكهنوتية، اللي رح يكون أبونا نيكيفوروس زي كثيرين من إخوتك الكهنة، لا بل أغلبهم إذا مش كلهم عمالهم بيقودوا رعية المسيح للخلاص. يا ابني،
في الزمن اللي نحن فيه في حروب كثيرة على الكنيسة وعلى الإكليروس، وهاي الحروب ممنهجة ومنظمة حتى تحاول تبعد الإنسان عن كنيسته الحقيقية الواحدة الجامعة المقدسة، كنيستنا الأرثوذكسية. عشان هيك علينا مسؤولية كبيرة نحن الإكليروس، من جهة كيف بدنا نحافظ على إيماننا الأرثوذكسي بدون شوائب، لأنه كتير بدع وهراطقة بتنتشر في زمننا اللي بتحاول تغير إيمان أبنائنا اللي هو إيمان كنيستنا المقدسة، إيمان آبائنا وأجدادنا. مسؤولية كبيرة إنه نقدر نحافظ على ليتورجية وحياة الكنيسة الروحية بعقيدتها، ولكن كمان بنهجها الروحي وبحياتنا الروحية. قديش مهم إنه نحافظ على الأرثوذكسية في زمن ما بدهم فيه استقامة الرأي تكون موجودة، بدهم الكل يكون واحد ونعبد إله كل واحد يصنعه زي ما بده. لا يا ابني، نحن موجودين في الكنيسة هون حتى نقدر إنه نحافظ على إيمان الآباء والأجداد، وهذا الإيمان رح نسأل فيه يوم الدينونة اللي إذا حافظنا عليه زي ما استلمناه من الآباء والأجداد. عشان هيك يا ابني اهتم زي ما شفتك في كثير من أوقات حياتك، ولكن بآخر فترة اللي هي فترة شموسيتك شفتك بمخافة ربنا عمالك بتتمم الخدم، ما تنجرف ولا أي تيار بيكون حواليك. رح يكون كتير أمور مرات اللي بتحاول تشوشنا حوالينا، انت ضلك حاطط بوصلة قلبك وضميرك متوجهة نحو المسيح اللي هو انت ماثل أمامه واللي بتخدمه، واللي هو بيستعير يا ابني. وما تنسى ايديك، اجريك، فمك بيستعيرهم هو حتى يتمم الخدم، لأنه هو بيتمم الخدم مش نحن، ولكن هو بيستعير ايدينا وفمنا زي ما بيحكي القديس نيكولا كافاسيلا. عشان هيك يا ابني تمم الخدم بكل مخافة ربنا، بكل روحانية، بوضوح بالكلمات، حتى شعب الله المؤمن أن يستنير، حتى يقدر إنه يتقدس، ونعمة الروح القدس الموجودة بأسرار وحياة الكنيسة تكون حية في ضمائرهم. يا ابني مدعو أنت إنك تخدم في كنيسة دير اللي هو دير القديس نكتاريوس هون في المطرانية. أنت رح تكون الكاهن اللي رح تتمم الخدم بالقرب مني ومعي في المطرانية، لأني بشوف فيك قديش حبك للكنيسة وللترتيب في داخل الكنيسة. اسمك اللي حملته القديس نيكيفوروس الأبرص، اللي هو على علاقة قوية مع القديس نكتاريوس. هدول القديسين يا ابني رح تشوفهم أحياء في حياتك، وعشان هيك من هاي اللحظة بسلمك خدمة الافتقاد في الكنيسة. انت رح تكون مسؤول عن الزيارات بالمستشفيات، حتى تجول كل المستشفيات في العاصمة عمان، حتى نقدر إنه نخدم المرضى الموجودين على أسرة المرض والشفاء. تكون بجنبهم أنت نيابة عني كأسقف وعن الكنيسة، تكون بالقريب منهم، ومعك رح يكون القديس نكتاريوس والقديس نيكيفوروس، ورح تشوف قديش النعم اللي رح يعطوك إياها حتى تقدر إنك تنجح بخدمتك هاي العظيمة والمباركة. زي ما عنا خدمة السجون يا ابني، لازم نهتم بأبنائنا المرضى اللي بيكونوا في المستشفيات وفي البيوت،
ونحن مقصرين في حقهم. عشان هيك بدي أخصصك أنت شاب مع فريق من الشباب والصبايا اللي أنت رح تختارهم حتى يكونوا معاونين إلك، ومعهم رهبان حتى تقدروا إنكم تكونوا بكل المستشفيات تزوروا مرضانا وتكونوا قريبين منهم. وإنت حكيت لي كتير من الأمور اللي حدثت معك وبتذكرها في هاي اللحظات، من القديس نكتاريوس بالأخص والقديس نيكيفوروس، قديش عمالهم أحياء بتواجدوا معك. حافظ على وجودهم حي في قلبك وفي ضميرك يا ابني، وغاد المحافظة رح تتم وإنت بمخافة ربنا تأدي واجباتك الروحية والرعائية والكهنوتية. ما تخاف يا ابني، أنت مش لوحدك. صلاة الكنيسة المقدسة، صلاة الأم المقدسة هي معك، صلاة أبينا صاحب الغبطة وكل إخوانك اللي هم حواليك بهاي اللحظات صلواتهم هي معك، وكل القديسين والقديسات وأمنا الفائقة القداسة رح تكون معك يا ابني حتى تقويك تعزيك وتعطيك كل نعمة وبركة. في الزمن زي ما حكيت لك الإكليروس بتعرض لحروب عديدة. كون يا ابني صامت وما تخاف ولا تحاول تدافع عن نفسك أمام شعب الله. شعب الله نحن ساهمنا بتحطيم صورة الإكليروس في ضميره، وعشان هيك منا وقت طويل صلاة، وقت طويل مراجعة لذواتنا كلنا حتى يقدر هذا الشعب يغير الصورة الموجودة في البعض صورة مشوهة بالإكليروس اللي في جهات عديدة حاولت على تضخيمها يا ابني. وهذا انتبهوا له، لأنه في جهات عديدة حاولت على تضخيم الصورة المسيئة للكاهن الأرثوذكسي، وهي مش حقيقية. لأنه في عنا كهنة قديسين، في عنا كهنة لاهوتيين، في عنا كهنة وعاظ، في عنا كهنة اللي عمالهم ليل نهار سهرانين على رعية المسيح، وقليلين بيعرفوا عنهم. ولكن أنا كأسقف بعرف عنهم، زي ما بعرف مين المقصر بعرف مين اللي بيشتغل واللي بيتعب واللي بيجاهد. عشان هيك يا ابني بصمتك ربنا رح يتمجد فيك. معك صلوات أمك وكل أهلك اللي موجودين حواليك بهاي اللحظات، والدتك ووالدك من السماء. صلاة المطران فيناديكتوس اللي بحبك كتير اليوم كمان هو معك من بيت لحم يا ابني، وزوجتك الخورية من هاي اللحظات هي كمان معك مع ابنك أندرياس. انتوا عائلة مباركة، ربنا أعطاكم نعم، وخوريتك هي إنسانة اللي راح تكون من خيرة خوريات المملكة. عشان هيك واحد منكم يتعكز على الثاني وامشوا حتى ربنا يتمجد، واخدموا الكنيسة ومدارس الأحد والشبيبة والعائلات والمرضى قد ما بتقدروا أكثر وأكثر. يا ابني أتت الساعة، تعال يا ابني لفرح ربك.